رضا عبد العال ندم أشد ندم لما ساب الزمالك. الكلام ده كلام مين؟ ده كلام مدحت العدل في تصريح قوي منه جدا وبكل ثقة، وهو بيقول إن رضا عبد العال ندم لما ساب الزمالك واسألوه. طيب قبل ما نعرف بقى تفاصيل التصريح، لو انت أول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك منا كل جديد. لما اتقال لمدحت العدل إن أحمد أبو الفتوح لغى متابعة صفحة الزمالك من على صفحته، قال لي يا جماعة ده شاب وكمان مضغوط. احنا يا كبار لما بنتعرض لضغوط بنعمل حاجات نرجع نقول يا ريتنا ما عملناها، انما ده لسه شاب. وبعدين هو من حقه كإنسان ان هو يختار. انما انا من وجهة نظري انا شايف ان هو لما يسيب الزمالك ده خسارة لنادي الزمالك وكمان خسارة ليه هو شخصيا. وبعدين هيندم أشد الندم زي ما كل الناس اللي سابوا الزمالك ندموا. أي حد بيسيب الزمالك بيندم، زي رضا عبد العال ندم جدا واسألوه، وكمان معتز ندم لما ساب الزمالك. أي حد بيسيب الزمالك بيندم. وكمان قال احنا في الزمالك لما بنختار اللعيبة بنختارهم يكون لعبهم مناسب لأسلوب نادي الزمالك. وكمان ما تنسوش ان احمد ابو الفتوح ابن نادي الزمالك، يعني مجرد ما حد يقعد معاه قاعدة وهما كلمتين والموضوع ينتهي. ما تنساش تضغط لايك وشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. ويلا كورة.